ازيك يا رب تكون في احسن حال. هنكمل النهارده في قصه الانبياء وهنتكلم عن سيدنا عيسى عليه السلام او السيد المسيح. سيدنا عيسى كان اخر انبياء بني اسرائيل، وكان كمان من اولي العزم. احنا عارفين ان الانبياء هم اعلى الناس مقاما لان هم درجتهم اعلى من البشر العاديين. في من الانبياء دول 5 معروف ان دول برضو اعلى، ان هم اسمهم اولي العزم، اللي هم سيدنا نوح وسيدنا ابراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد عليهم جميعا وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. بس لو انت بتشوفني اول مره على اليوتيوب زي ما بقول كل مره ولسه ما اشتركتش، فايتك كتير جدا. انزل اشترك وفعل الجرس. لو وريت لك احصائيات القناه والله هتتضايق من اجلي. انا بكلمك انا بكلمك هنا وانا صايم، يعني انت فاهم، يعني مش هضحك عليك، فاهمني؟ فعدد اللي بيتفرجوا مقارنه بعدد اللي مشتركين، مش عارف اقول لك يعني كام في المية. لو قلت لك هتتصدم. قصة سيدنا عيسى بدأت يا صديقي لما السيدة مريم كانت في مكان متوارية فيه عن أهلها، فظهر لها سيدنا جبريل عليه السلام متمثل في هيئة بشر، وبشرها بأن هي هتكون عندها السيد المسيح، أو أن هي هتكون حامل في السيد المسيح بمعنى أصح، وأن دي كلمة الله ليها. بالمناسبة من ضمن الحاجات اللي بتتقال على السيد المسيح أو سيدنا عيسى هي كلمة الله، أن هي بيقول كلمة الله ألقاها إلى مريم. فبالتالي هي استغربت واتعجبت. هي في الاول خافت لان هي ده بشري، فهي خافت انه يكون هيأذيها، ولكن هو طمنها وبشرها ببشرى السيد المسيح. فاتعجبت تاني ان هو ازاي انا اكون عندي ابن ومفيش بشري لمسني او كده. فقال لها ده امر الله بما معناه، او ده حاجه هينه على ربنا سبحانه وتعالى. واحنا كده كده بالنسبه لنا كمسلمين مؤمنين بان السيد المسيح اتولد معجزه الهيه زي ما حكيت في المره اللي فاتت. وبالنسبه لنا الكيفيه دي ما تفرقش معانا، ومحدش مننا كمسلمين بيبحث فيها. هي من المسلمات عادي جدا ان الله سبحانه وتعالى زي ما قلت قبل كده اللي خلى اسباب الانجاب هي راجل وست، عادي جدا ان هو ممكن يخليها ست بس من غير راجل، ما فيهاش اي مشكله خالص. دي حاجه مش غريبه، وبالنسبه لنا ما بتمثلش عائق، يعني ما بتمثلش لا عائق ولا تناقض. بالنسبه لنا عادي جدا، الله قادر على كل شيء. فايه الغريب في كده؟ يعني خلق سيدنا ادم اصلا من غير اب وام، فقادر انه يخلق غيره من غير اي حاجه، ما فيهاش مشكله خالص. عشان بعد كده تنقلنا الصوره، لان السيده مريم لما لقيت ابتدت تبان عليها الحمل وكده، وهي عارفه الانتقادات اللي هي هتتعرض لها اصلا، لان يعني دول بني اسرائيل وما ادراك ما اليهود. يعني اليهود ما بيعتقوش حد، فاهم؟ فراحت قعدت في مكان بعيد، قعدت جنب نخله، فقعدت تفكر. لما جات لها الام المخاض او الام الولاده قعدت تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. كانت بتتمنى ان هي تموت وما تكونش اتحطت في الموقف ده. عشان يرد عليها السيد المسيح اول ما اتولد وهو لسه طفل خالص وهو لسه مولود مفيش، قال لها ان هي ما تحزنش، وان هي تاكل وتشرب، تاكل من التمر بتاع النخله وتشرب من النهر اللي كان موجود، وان هي ما تحزنش، وان هي لما تقابل اي حد من البشر تقول لهم ان انا نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. انا مش هتكلم مع حد من البشر، انا صمت عن الكلام مع البشر بمعنى صح. عفوا. لما راحت للقوم وهي شايله سيدنا عيسى، فابتدوا ان هم ينتقدوها كعادتهم ويسالوها عن نسبه وعن ابوه الكلام ده كله، فشاورت ليه فتعجبوا، قالوا لها ازاي نكلم طفل لسه في المهد بتاعه. فرد عليهم سيدنا عيسى زي ما بنشوف في الايات الكريمه كده، وقال لهم الكلام اللي هو قاله لهم. وده بيتهيألي ان هي كانت معجزه تقول للعبه ان ده اكيد نبي، يعني ده اكيد مش حد، المفروض ان هو مش طفل بقى، مش منطقيه يعني. يعني لو هم كانوا متشككين في نسبه، حاشا لله طبعا، احنا عارفين القصه. طب انت بالنسبه لك ان طفل لسه مولود في المهد بينطق بكلام فصيح وبليغ اكتر من الناس الكبيره، انت عايز ايه؟ يعني انت عايز ايه يثبت لك ان هو معجزه؟ لكن بني اسرائيل لا حرج، اليهود لا حرج، كلنا فاهمين هم ايه قصتهم. فبالتالي هم كانوا مش متفاهمين القصه ماشيه ازاي. اما عن السيد المسيح نفسه ودعوته، فهو ارسل لبني اسرائيل كامتداد لسيدنا موسى بعد ما هو مات، وهم ابتدوا يحرفوا في الشريعه بتاعته اللي هي التوراه، عشان يوصل لهم تاني نفس الفكره بتاعت كل الانبياء، هي فكره العباده لله وحده لا شريك له وتوحيد ربنا. نزل بكتاب اللي هو الانجيل، ولكن كعاده بني اسرائيل مفيش تصديق للكلام ده كله. وكانت كمان من ضمن المعجزات اللي هو جه بيها سيدنا عيسى، يعني جيب معجزات كتير، منها ان هو كان بيشفي الاكمه والابرص باذن الله، وان هو كان بيقدر انه يعمل من الطين على هيئه الطير وينفخ فيه فيبقى طير باذن الله، وكان بيقدر يحيي الموتى برضه باذن الله، وكان يقدر ان هو يخبر القوم باللي هم مدخرينه في بيوتهم. ده كله ربنا ذكره لنا بشكل صريح في القران الكريم من خلال الايات الموجوده في القران الكريم. بل ان هو كمان لما هم طلبوا منه مائده تنزل عليهم من السماء، دي برضه كانت من المعجزات بتاعت سيدنا عيسى، لما دعا ربنا والمائده دي نزلت فعلا واتحققت المعجزه.
احنا عندنا في القرآن سورة كاملة اسمها المائدة، وفيها بيتحكي المشهد ده اصلا، مشهد ان هم لما طلبوا منه ان هو يدعي ربنا بالمائدة وان هي نزلت والكلام ده، وان هي تكون عيد لاولهم واخرهم وهكذا. ولكن رغم كل المعجزات اللي جه بيها سيدنا عيسى برضو كانوا مصرين على ان هم يأذوه وان هم يبقوا فيه دايما صراع معاه، لدرجة وصلت ان هم في النهاية زي ما بنشوف عشان تنقلنا بقى القصة لفكرة موته، هم حاولوا ان هم يقتلوا السيد المسيح. لكن احنا بالنسبه لنا كمسلمين بنؤمن في القران الكريم او بنؤمن في الاسلام بان السيد المسيح ما اتقتلش، لان ربنا قالها لنا صريحه في القران بشكل واضح وصريح جدا ما يحتملش اللبس، لما ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ربنا بيحكي لنا الموقف اللي حصل من قبل اليهود ان هم لا قتلوا السيد المسيح ولا حتى صلبوه ولا قدروا يجوا ناحيته باي شكل من الاشكال، هم مجرد ما نووا النيه دي ربنا سبحانه وتعالى رفعه للسماء وخلى في حد تاني مكانه، يقال ان هو الواشي او اللي بلغ عن مكان سيدنا عيسى لليهود هو اللي يعتبر لبس الموقف مكانه، تمام، وتشبه من المولى سبحانه وتعالى ليهم، وان السيد المسيح اترفع للسماء عشان في يوم من الايام احنا كان برضو مسلمين بنؤمن بده ان هو هيرجع في يوم من الايام مرة تانية للارض عشان يحق الحق ويوضح للناس كتير جدا من اللي بتظن ان هو اله وانها بتظن ان هو ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا، يوضح لهم ان لا هو ابن الله ولا هو الله نفسه، ولكن هو عبد الله ونبي من انبياء الله سبحانه وتعالى. كلنا طبعا كمسلمين بنؤمن بده وفاهمين ان ده هيحصل لا محالة، لان الرسول عليه افضل الصلاة والسلام هو اللي علمنا كده. ولو انت ما شفتش البلاي ليست دي قبل كده روح اتفرج عليها، اللي هي فكرة قصة الانبياء، هتعجبك جدا. عايز اقول لك ان فاضل لنا حلقتين في السلسلة دي ان شاء الله باذن الله، ربنا يديني العمر واقدر اكملهم على خير. مش محتاج احرق واقول لك هم مين، اكيد انت متوقع هم ممكن يكونوا مين الاثنين الانبياء او الثلاث انبياء اللي احنا هنتكلم عنهم بمعنى اصح. بس زي ما بقول كل مره، لو وصلت للحظه دي مشكورا، لسه ما اشتركتش انزل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك جديدنا باستمرار. شكرا ليك وشكرا لمتابعتكم باستمرار.